هنرسم الرسمة دي يا شباب. الرسمة دي طبعا هنوقع الأبعاد بتاعتها على الإكس وعلى الواي، يعني ده الإكس ده الواي ده الزد زي ما احنا متفقين. على الإكس السمك بتاع من هنا لغاية هنا هو من تحت من هنا لغاية هنا اللي هو 30، فاحنا المفروض نقيس 30 من النقطة دي، وليكن أنا واقف عند السبعة هنا عند نقطة الأصل 1 2 3، ونحط النقطة بتاعتنا هنا اهو. تمام كده، يبقى ده أقصى نقطة عندي على الإكس. طيب على الواي أقصى نقطة عندي، في ناس هتقول لي 50، لا، أقصى نقطة أقصى بعد عندك هو كام؟ 70، لأن هنا 50 ناقص ال70 في كام كده؟ في 20، يبقى 10 من هنا و10 من هنا. تمام، فاحنا هنوقع الطول أقصى طول على الواي اللي هو 70. نقف هنا اهو عند وليكن 7 هنا اهو، 1 2 3 4 5 6 7، يعني عند 14 كده أقصى بعد عندك. تمام. طيب وبعد كده أسيب 10 سنتي، 10 ملي أقصد، من نقطة الأصل بتاعتي، وأرسم نقطة، ومن النقطة دي أطلع عمودي مسافة كام؟ مسافة قيمتها أهي 10. أطلع كده من النقطة دي 1 سنتي، أطلع عمودي 1 سنتي، بعد كده أمشي 50، أطلع عمودي 1 سنتي، بعد كده أمشي 1 سنتي تاني. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ نيجي عند نقطة الأصل نمشي أول 1 سنتي معانا من 8 يعني ل9 هنا اهو. من النقطة دي هطلع عمودي كام سنتي؟ 1 سنتي برضو اللي هي 10، 1 سنتي يعني هنا اهو. يبقى نوصل النقطتين ببعض كده. بعد كده يا باشا تنزل الناحية دي زي ما هو راسم هنا اهو، نازل كده اهو لغاية ما يضرب في المحور زد كده. تمام. الناحية التانية هنا هرجع منها مسافة 1 سنتي برضو، 1 سنتي يعني هنا اهو، او امشي من النقطة دي 50 واخد الطول ده. انا اخدت في اتجاه الزد الارتفاع، فاعمل كده خط خفيف، خدت النقطة دي خط خفيف كده، معنى ان انا لو طلعت من النقطة دي يعني لحد ما اخبط في الخط هطلع 1 سنتي، يبقى زي ده ما طلعت هنا. طيب من النقطة دي اهي اخد خط خفيف، الخط الخفيف يبتدي معاك من الخط الافقي اللي على الواي ده لفوق، ما بيبتديش من تحت. طيب الطول بتاعه كام؟ الطول بتاعه 40 اهو، ناقص 10 يعني 30. لو اخدنا الطول ده من النقطة دي هناخد 40 ناقص 10 اللي هو 30، 1 2 3 يعني عند النقطة دي، والزيادة دي تمسحها، انت مش عاوزها خلاص. دول 3 سنتي. طيب بعد كده بيقول لك هتنزل على الواي كده اهو من هنا لغاية هنا مسافة كام؟ 20. مسافة 20. المفروض برضو نعمل الكلام ده على النقطة التانية علشان نبقى من النقطة دي يعني نطلع 30، نطلع بخط كده. وبعد كده علشان اجيب نهاية 30 اخد موازي للنقطة دي اللي انا قستها، موازي هنا اهو، يبقى الطول ده كله او محور الزد ده مش هستفاد منه خلاص. طيب من النقطة دي امشي كده 20، والنقطة التانية امشي برضو 20 زي ما هو موضح هنا. بيقول ان المسافة من النقطة دي للنقطة دي 20. تمام كده. ادي النقطة الاولى اللي معايا اللي هي هنا، همشي مسافة 20، 1 2 يعني هنا اهو، نوصل خط كده بينهم. تمام. النقطة التانية اللي هي هنا همشي مسافة 20، 1 2 يعني هنا، وبعد كده نوصل خط ما بينهم كده اهو. طيب وبعدين هنمشي مسافة 30 في اتجاه الاكس اللي هي هنا،
يعني من النقطة دي نمشي مسافة كده 30، 1 2 3 هنا اهو، ونوصل النقطتين ببعض كده. طيب وبعد كده امد خط خفيف في اتجاه الواي من نقطة النهاية بتاعت الشكل كده، خط خفيف. بعد كده اخد من عند كل نقطة خط في اتجاه الاكس. النقطة الاولى دي خط في اتجاه الاكس يقطع الخط الخفيف في نقطة، النقطة دي خط في اتجاه الاكس يقطع الخط الخفيف في النقطة التانية، النقطة التالتة خط في اتجاه الاكس برضو يقطع معاك، وانت الخط ده واخده خلاص كده. كل اللي انت هتعمله هتوصل النقطة دي بالنقطة دي، والنقطة دي بالنقطة دي، وبكده الشكل اللي فوق ده يكون اترسم معاك. أول نقطتين اتوصلوا ببعض، في النص هنا فراغ، تاني نقطتين اتوصلوا ببعض، يبقى ده انت مش عاوزه معاك في حاجة. طيب وبعد كده بيقول والله انت هتنزل من على من على الطول ده، من نص الطول ده. احنا متفقين ان الطول من هنا لغاية هنا ب70، تمام اهو، من هنا لغاية هنا هو من هنا لغاية هنا ب70. هننزل كام من المنتصف بتاع ال70؟ هننزل مسافة قدرها كام؟ هننزل مسافة قدرها 20، ونعمل نقطة وبعد كده نوصلهم ببعض، وناخد الناحية دي موازي لده في الاتجاه ده، أو نحددها من تحت هنا، ننزل مسافة بس على ايه، هنعرف نعملها ان شاء الله دلوقتي. يبقى من النقطة دي للنقطة التانية دي اجيب المنتصف بتاعها، وان الطول من هنا لغاية هنا 70، نصها 35. اعد من هنا 1 2 3 ونص، يعني النقطة دي من عند النقطة دي هنزل مسافة كام؟ هننزل مسافة 20. 1 2 يعني عند النقطة دي. المسافة 20 اللي انا نزلتها دي هي المسافة دي، وحددت النقطة دي. تمام خالص. انت حددت النقطة دي خلاص، توصل النقطة دي بالنقطة الاولى دي، وبعد كده نفس النقطة بمين؟ بالنقطة دي. هيترسم معاك الشكل كده اهو. طيب عاوزين نرسم التاني ده، هنعمل متوازيات. هاخد الخط اللي انا رسمته من شوية ده بالمثلث ال45، اثبته عليه كويس، وبعد كده اثبت المثلث ال30 60 تحت المثلث ده اهو. انا مثبت المثلث 45 على الخط، وبعد كده نثبت المثلث 30 60 تحته، وبعد كده انقل الخط ده موازي لغاية ما اصل الى النقطة دي. من النقطة دي نقف عندها بالقلم، نخبط فيها المثلث، ننزل بخط موازي لحد ما تضرب في الشكل كده. انت رسمت ايه؟ الشكل بتاعك. طيب بعد كده هناخد من النقطة دي العمودي ده، والعمودي ده ما تقلقش من الطول بتاعه، مش لازم تستنتجه، لانك انت هنا في نقطة هتشدها في اتجاه الاكس. هو الطول بتاعه 30 عموما يعني، بس انت يحبذ انك تشد متوازيات بس. نقف عند النقطة دي، ننزل عمودي، وبعد كده اجي عند النقطة دي اخدها في اتجاه الاكس كده. انت اسمك ايه؟ رسمت الخط بتاعك ده. شايفين الخط اللي هو من النقطة دي داخل كده لتحت؟ برضو نوصله، اللي هو فين؟ اللي هو هيكون معاك ايه؟ ده طبعا الاكس، اللي هو من النقطة دي هنشد موازي ليه يوصل معاك عند، احنا بس حركنا المثلث شوية، موازي كده اهو، يخبط معاك في الشكل كده. وبكده تكون انت خلصت الشكل بتاعك. مفيش بس غير انك هتاخد دي سوليد لاين كده اهو، ودي سوليد لاين، وتمسح الزيادات طبعا، يعني دي زيادة تمسحها وده زيادة تمسح. تخلي بالك ده كان محور الزد، ده كان محور الاكس، وده اللي تحت كان محور الواي. بس كده الرسمة خلصت، يعني ما فيهاش اي حاجة تانية، ما فيش غير انك انت هتحط الابعاد بتاعتك.